ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض عجينه الكنافه البلدي بتاعت زمان. هنعملها في البيت علشان في مناطق مش بتتباع فيها، وهي سهله جدا وبسيطه قوي. لايك للفيديو لو عجبكم، ولو مش مشتركين اضغطوا على اشتراك وفعلوا الجرس هيوصلكم اشعار بكل الوصفات. يلا بينا كده نشوف المقادير مع بعض. المقادير سهله جدا وبسيطه. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، استخدموا اي نوع، انا هنا حتى مستخدمه النوع السايب. وهحط عليهم كوبايتين من الميه، ربع كوبايه من النشا، ربع كوبايه من الزيت، طبعا يفضل يكون نوع كويس، وربع معلقه صغيره كده من الملح. تعالوا بقى كده نجيب البوله وعشان نبدا ان احنا نعمل العجينه بتاعتنا من غير بقى ولا خلاط ولا اي حاجه خالص. حابين تشتغلوا في الخلاط مفيش اي مشكله خالص. هحط بقى المقادير كلها على بعض، حطيت الملح وهحط عليهم الزيت، وبعد كده هننزل كده بالميه. وبعد كده هننزل بالدقيق، بس طبعا هننخله الاول. واخر حاجه بقى هنزل بالنشا بتاعي. كده حطينا كل المقادير في البوله. المقادير مظبوطه قوي، ما فيهاش اي حاجه، ولا تزودوا ميه ولا تقللوا، لكن حابين تضاعفوا المقادير كلها عشان تطلعوا كميه اكبر من اللي انا عاملاها مفيش مشكله، عشان تعمل معاكم يعني صينيه كبيره وكويسه. هجيب بقى المضرب بتاع اليدوي العادي، وهبدا ان انا بقى اقلب العجينه دي كويس جدا عشان ما يحصلش فيها اي تكتلات، وتكون كده يعني معايا سايله كده وكويسه. تمام. بقلب شويه يعني كويسين. زي ما قلت لكم، حابين تستخدموا الخلاط استخدموه. انا هنا حبيت ابسط الدنيا، يعني ان احنا نشتغل كده على طول يعني. هقلب كده دقيقتين لحد ما بقى بص الاقي الخليط بتاعي كده بقى كويس. هسيبه على جنب عشان هو ما فيهوش خميره ولا اي حاجه، بس بسيب العجينه بتاعتي تهدى شويه. وبعد كده بصوا بقى ده شكل العجينه. خلاص كده انا كنت حابه بس اوريه لكم القوام بتاعه شكله ايه. هجيب بقى الازازه العاديه خالص بتاعه الميه، وهجيب قمع كده عشان ابدا احط فيها العجينه. انا هنا استخدمت في رش العجينه ازازه ميه عاديه خالص، وجبت الغطا بتاعها وعملت له خرم كده من النص رفيع جدا عشان الخيوط بتاعه العجينه تبقى رفيعه. وبعد كده حطيت على النار طاسه الكريب بتاعتي، او اي طاسه تكون ما بتلزقش، ودهنتها دهنه خفيفه جدا من الزيت. بدهنها اول مره بس، وبعد كده ما بدهنهاش. وبعد كده بنبدا ان احنا بقى نرش العجينه بتاعتنا. بنضغط كده ضغطة متوسطة كده على الإزازة، يعني عشان تنزل معايا تبقى شكل خطوط، ما تبقاش يعني ما تنقطش معايا. هي هنا الطاسة تحسوها فاضية عشان الطاسة فاتحة، فالعجينة مش باينة قوي، لكن هتشوفوها دلوقتي وأنا بلمها. بسيبها على النار لحد ما أحس كده إن العجينة نشفت وقبت كده معايا من على الطاسة. بعد كده بلمها وأطلعها في الطبق جنبي، وبعمل كده بكرر نفس الحكاية لحد ما أخلص بقى كمية العجينة اللي عندي. يعني ما تحسوش إن هي تزهق أو كده، هي لذيذة جدًا وبتخلص بسرعة على فكرة. تمام، باطلّعها أهو. بُصّوا شايفين شكل الخطوط عامل إزاي؟ هاطلّعها بقى كده. أنا هنا كنت عاملة شوية في الأول، وبعد كده بقى هاكمّل برضه. شايفين؟ خطوط كده دائرية، وبعد كده بتقطعوها من النُص كده، يعني أي حاجات كده عشان تطلع معاكم برضه تعمل معاكم كمية يعني. هي كل الطاسة ما بتبقى كبيرة، كل طبعًا ما بيكون أفضل، بتنجز معاكم أكتر وبتخلّيكم إن أنتم تعرفوا ترشّوها أسرع يعني. بُصّوا شايفين شكلها؟ أهم حاجة يعني ما نعملش الخطوط جنب بعض أوي، بحيث إن هي ما تبقاش تبُصّوا تلاقوا في تكتلات في حتّة واحدة، وعملت معاكم زي حتّة عجينة كده، ما تبقاش خطوط رفيّعة بالمنظر ده. شايفين؟ ما بتاخدش حاجة على النار، يعني يا دوبك بترشّوها وبعد كده ما فيش وتلمّوها. المهم بس تنشف معايا برضه شوية عشان ما تبقاش عجين في الآخر. تمام؟
وتعرفوا ان انتوا بعد كده تعملوها. كده تمام اهو. هلمها كده بقى. في اي وقت حابين نعمل صينيه كنافه ممكن نعملها بسهوله في البيت. عملنا كميه حلوه قوي من كوبايتين دقيق، وزي ما قلت لكم تقدروا تضاعفوا المقادير. انا بس عملتها بمقادير قليله عشان اللي عايز يجرب وخايف من النتيجه يتشجع كده ويقوم يعملها. واللي حابب بقى طريقه صينيه الكنافه هتلاقوا فيديو على القناه لطريقه الكنافه لوحدها كده. انا ما حبيتش ان انا اطول الفيديو عليكم، واكتفيت بس النهارده ان احنا نعمل عجينه الكنافه. عملنا كتير على القناة وصفات لطرق للكنافة. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. باي باي.